السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلاب الصف السادس الابتدائي؟ معكم مس أسماء سمير، مدرسة الدراسات الاجتماعية. ان شاء الله النهاردة هنشرح اول درس في منهج الصف السادس الابتدائي لمادة الدراسات. ولكن قبل ما ندخل في اي تفاصيل صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. الدرس الاول يا حبيبي بنتكلم عن وطننا العربي من حيث الموقع والاهمية. يعني ايه يا مس اسماء وطننا العربي؟ قال لك يعني احنا عندنا دول في قارة اسيا وعندنا دول في قارة افريقيا، 22 دولة عددهم الاتنين مع بعض 22 دولة. يعني ايه برضو مش فاهم؟ يعني قال لك انت عارف قارة افريقيا؟ هتقول لي ايوه. عارف قارة اسيا؟ هتقول لي تمام. اهي قارة اسيا دي فيها 12 دولة بيتكلموا عربي، وقارة افريقيا فيها 10 دول بيتكلموا عربي. فلما بنجمع بقى 12 زائد 10 بيدينا 22 دولة، فبنسميها 22 دولة بيتكلموا لغة عربية، فبنسميهم الوطن العربي لانهم بيتكلموا لغة ايه؟ عربية. احنا هنعرف ايه بقى عنهم؟ هنعرف الموقع بتاعهم هما فين على الخريطة واهميتهم ايه. تمام، ده بالنسبة لعنوان الدرس. ندخل كده بقى ايه على تفاصيل الدرس. وبيقول لك ايه بقى؟ قال لك لكل انسان وطن ينتمي اليه ويعيش فيه، وتحرص مصر منذ القدم على اقامة علاقات طيبة مع الدول العربية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل. انا كده قرأت، يلا نشرح بقى. قال لك يعني كل انسان فينا ليه وطن بيعيش فيه، ليه قارة بيعيش فيها، ليه دولة بيعيش فيها. ومصر من زمان جدا كانت لها علاقة طيبة مع كل الدول العربية. كمان العلاقة دي كانت قائمة على التعاون، يعني نتعاون مع بعض. يعني مصر تعاون ليبيا، مصر تتعاون مع الجزائر، وبيننا احترام متبادل، بنحترم بعض كدول. علشان كده بنقول ان مصر لها علاقات طيبة مع كل الدول ايه العربية. اول حاجه بقى بيقول لك يا مس احنا هنتكلم عن الوطن العربي. يعني ايه بقى يا مس الوطن العربي دي؟ هقول لك الوطن العربي ده تعريفه مجموعه من الدول العربيه تجمعها لغه واحده وعادات وتقاليد واحده وتاريخ مشترك. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك يعني مجموعه من الدول، شويه دول مالهم بيتكلموا لغه وعادات وتقاليد واحده. يعني ايه برضو مش فاهم؟ يعني لغتنا زي بعض، انا بتكلم عربي وهما بيتكلموا عربي. يعني الناس اللي في مصر بيتكلموا عربي، واللي في ليبيا بيتكلموا عربي، واللي في السودان بيتكلموا عربي. او كل اللي قدامك دول اللون الازرق واللون البنك ده، كل ده بيتكلم لغة عربية واحدة، بنتكلم عربي. تمام. قال لك احنا بينا وبينهم بقى عادات وتقاليد مشتركة، يعني العادات والتقاليد اللي عندنا نفس العادات والتقاليد اللي عندهم. وبيننا تاريخ مشترك. يعني ايه تاريخ مشترك؟ قالك يعني وقت الحروب والازمات بنساعد بعض، في بيننا تواريخ مشتركه برضو. يعني ايه مش فاهم؟ هقولك يعني مثلا لو حصل حرب في مصر زمان، كانت تلاقي السعوديه بتدعم مصر في وقت الحرب اللي عندنا هنا، تدعمنا بقى ماديا ماليا معنويا، المهم عسكريا باسلحه، والمهم ان هي كانت واقفه جنبنا، ففي بيننا تاريخ مشترك. ده بالنسبة للوطن العربي. إذا الوطن العربي مجموعة من الدول العربية بتجمعها لغة وعادات وتقاليد واحدة وتاريخ مشترك. ده بالنسبة لتعريف الوطن العربي. يلا بقى يا مس قوليلي، دول الوطن العربي قد ايه ومساحتها قد ايه؟ يعني ايه الكلمة دي؟ يعني قوليلي بقى الوطن العربي، الدول اللي بتتكلم عربي دي كام دولة؟ طب والمساحة بتاعتها قد ايه؟ يلا بينا. قالك انت عارف الوطن العربي الدول اللي بتتكلم عربي زينا دول كام دولة؟ هتقولي كام؟ هقولك 22 دولة. 22 دولة؟ هقولك ايوه. موجودين فين بقى؟ قالك في قارتين، قارة اسيا وقارة افريقيا. يعني في جزء منهم في اسيا وفي جزء منهم في قارة افريقيا. اذا ال 22 دولة منهم جزء عايش في قارة اسيا ومنهم جزء عايش في قارة افريقيا. قال لك طب انا عايز اعرف، مش اللون الازرق ده دي الدول اللي في قارة اسيا اللي بيتكلموا عربي زينا؟ قلت لك ايوه. واللون البنك ده اللي هو البامب ده دي الدول الافريقية بتتكلم عربي زينا؟ هقول لك ايوه. يعني كل دول يا مس اسماء 22 دولة؟ اقول لك تمام. انا عايز اعرف بقى ايه اللي بيفصل بين قارة اسيا وقارة افريقيا؟ قالك بص كده عندك، يفصل البحر الاحمر بين جناحي. يعني ايه جناحي؟ يعني بين القارتين اسيا وافريقيا، يعني الجناح الاسيوي والافريقي. فاحنا بنقول عليه كلمة جناحي مش عشان بيطير، لا، يعني الجزء ده اسمه جناح، يعني ده يعني زي كلمة جزء كده. يعني دي قارة بنقول عليها، بدل ما نقول قارة اسيا بنقول الجناح الاسيوي، يعني الجزء ده. تمام. والجزء ده اللي هو الايه اللي موجود في الافريقي بنقول عليه الجناح الافريقي. اذا احنا كده عندنا حاجتين، هنا قارة اسيا وهنا جزء من قارة افريقيا. اللي فاصل ما بينهم اهو ايه؟ هتقول لي البحر الاحمر. يعني يا مس اسماء لو شلنا البحر ده ايه اللي هيحصل؟ لو شلنا البحر ده الاحمر هيبقى قارة اسيا وقارة افريقيا الاتنين ملتصقين في بعض، مفيش حاجة فاصلاهم، هتشوفهم تحسهم ان هما كلهم قارة واحدة. لكن البحر ده
هو اللي فصل القارة دي عن القارة دي. يبقى أول معلومة خدناها قلنا إيه؟ قلنا إن الوطن العربي كل ده 22 دولة. تاني معلومة خدناها قلنا إن في منه جزء في آسيا ومنهم جزء في أفريقيا. تالت معلومة قلنا إيه؟ إن يفصل بين آسيا وأفريقيا البحر الأحمر. أنا عايز أعرف بقى، تبلغ مساحة الوطن العربي كام مليون كيلومتر مربع؟ هقولك 13 مليون كيلو متر مربع. يعني ايه؟ قالك انت شايف الدول اللي عايشة في اسيا؟ هتقول له اه. والدول اللي عايشة في افريقيا؟ تمام. اهو كل دول المساحة بتاعتهم، يعني الارض اللي عايشين عليها مساحتها 13 مليون كيلو متر مربع. يعني المساحة كل دي 13 مليون كيلو متر مربع. هقولك هي في الكتاب صغيرة، لكن في الحقيقة طبعا هي أكبر من كده بكتير. أيوة، قد إيه؟ 13 مليون كيلو متر مربع. فهو مصغر لك الرسمة هنا صورة مصغرة مبسطة بس عشان أنت تفهم وتشوف شكل الخريطة عاملة إزاي والدول موجودة فين. أنا عايز أعرف بقى، معظم مساحة اليابس موجودة في الجناح ايه؟ قالك الافريقي. يعني ايه؟ قالك تتركز معظم مساحة اليابس في الجناح الافريقي. يعني اللي واخدين مساحة أكبر من اليابس اللي موجودين فين؟ في الجناح الأفريقي. برضو مش فاهم. قالك يعني العلماء لما جم قاسوا المساحة بتاعت قارة آسيا اللي الناس اللي عفوا اللي الدول الوطن العربي عايشين فيها، لقوها النسبة بتاعتها صغيرة، يعني مساحة صغيرة. جم قاسوا المساحة اللي في قارة أفريقيا اللي الدول الوطن العربي عايشة عليها، لقوا المساحة كبيرة. إذا مين اللي عايش على مساحة كبيرة؟ قالك الدول الجناح الأفريقي اللي هي الدول الوطن العربي. تمام. ما تقولي بقى يا مس اسماء، ايه الدول اللي في اسيا وايه الدول اللي في افريقيا؟ يلا بينا. قالك عندنا دول الجناح الاسيوي، يعني الدول اللي في الايه، في الجزء اللي في اسيا. قالك هنا كده دول الجناح الافريقي، يعني الدول اللي ايه، في الجزء الافريقي اللي في قارة افريقيا. تمام. قالك شايف النسبة دي يعني ايه؟ قالك تمثل 28 من مساحة الوطن العربي. يعني ايه الكلام ده؟ قالك يعني بص، والعلماء جم قالك انت عارف اليابس اللي عايش عليه الدول الوطن العربي دول؟ هتقول لي ايوه. المساحة بتاعتهم واخدين مساحة من القارة 28% من مساحة الوطن العربي. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك يعني هم عايشين على مساحة 28% من مساحة الوطن العربي، يعني من اليابس يعني بتاع قارة آسيا. حلو. انا عايز اعرف بقى كام دولة هنا يا مس اسماء؟ يلا نعدهم مع بعض. هقول لك يلا بينا. اعرف الاول هما كام دولة. مش دي اسيا؟ هتقول لي ايوه. اسيا دي فيها 12 دولة. كام؟ 12 دولة. ايوه 12 دولة. طب يلا نعدهم مع بعض، نقرأهم من هنا ونطلعهم هنا. قال لك رقم واحد فلسطين، ادي دولة فلسطين، دي دولة ايه؟ اسيوية لانها موجودة في اسيا. اتنين الاردن، رقم اتنين الاردن. تلاتة لبنان، وادي لبنان. أربعة سوريا، ادي سوريا. خمسة العراق، ادي العراق. ستة الكويت، مكانها هنا كده. سبعة السعودية، دي مكانها. تمانية البحرين، في المكان ده كده، في الجزء ده. تسعة قطر، في الجزء ده هنا كده، بس هي مش هنا، هي في الجزء ده، بس عشان مفيش مكان يكتبها لك هنا كاتب لك الكلمة وعامل لك سهم. تمام. 10 الإمارات، دي مكانها هنا. بعد كده عمان، في المكان ده كده. واخر حاجة رقم 12 هي ايه؟ اليمن. دي كل دول 12 ايه؟ 12 دولة. انا عايزة اعرف بقى اصغر دولة من حيث المساحة، يعني اصغر دولة صغيرة جدا مساحتها صغيرة جدا، هي مين؟ قالك البحرين. اذا اصغر دولة من حيث المساحة من الدول العربية هي مين؟ قالك البحرين. فين الحتة يا مس اسماء؟ في الحتة دي كده، هي هنا كده بالظبط، مكانها هنا. بس عشان ما فيش مكان يكتبها لك كاتبها لك هنا وعامل لك سهم عليه. ده بالنسبة لقارة آسيا إن فيها كام دولة؟ فيها 12 دولة، وأصغر دولة فيهم هي إيه؟ البحرين. بعد كده بقى قالك تعالى عندك كده نشوف قارة أفريقيا، دول الجناح الأفريقي، يعني الدول اللي عايشة في أفريقيا من الوطن العربي اللي بيتكلموا عربي. قالك الأول خليك عارف إن النسبة المساحة اللي عايشين عليها قد إيه؟ 72%. يعني مساحة كل دول عايشين على مساحة من الأرض 72%. تمام. اذا دول عايشين على مساحه اكبر ولا دول؟ هتقولي لا، اللي في قاره افريقيا لانهم 72%، اما اللي في اسيا 28%. تمام. انا عايز اعرف بقى زي ما عرفنا الدول اللي في اسيا كام، لازم نعرف اللي في افريقيا كام دوله. قالك عديناهم لقيناهم 10. طب يلا كده مع بعض، ادي 1 2 3 4، ادي 5 6 ادي 7 8 ادي 9
وجزر القمر دي ادي 10، يبقى كام دولة؟ 10 دول. اذا قارة افريقيا فيها 10 دول. يلا يا مس بقى طلعهم لي على الخريطة، يلا بينا. قالك 1 مصر، 2 السودان، 3 ليبيا، 4 تونس، 5 الجزائر، 6 المغرب، 7 موريتانيا، 8 جيبوتي مكانها هنا كده اهيت، بس هي مش هنا، هي مكانها هنا بس عشان مفيش مكان كاتبها لك بره. تمام. 9 الصومال، 10 جزر القمر اهي. طيب عرفنا كده ان هم 10 دول وطلعنا اماكنهم على الخريطة. تمام. دلوقتي بقى المفروض نعمل ايه؟ قالك دلوقتي المفروض تقولي لي اكبر دولة فيهم ايه. قالك شايف الدولة الكبيرة دي، الجزء ده، دولة الجزائر اهي دي اكبر دولة. اذا اكبر دول عربية من حيث المساحة، مش من حيث السكان او عدد السكان، لا، هي من حيث المساحة. اذا عندنا اكبر دولة في الدول العربية في الجناح الأفريقي هي الجزائر، وأصغر دولة هنا في آسيا هي مين؟ هي البحرين. يبقى تاني كده أصغر دولة من حيث المساحة هنا في الجناح الآسيوي هي مين؟ البحرين. أكبر دولة في الجناح الأفريقي هنا أكبر دولة في المساحة، يعني مساحتها كبيرة جدا، هي مين؟ هي الجزائر. تمام. ده بالنسبة لإيه؟ للدول اللي موجودة في آسيا واللي موجودة في أفريقيا، وبنقول عليهم الوطن العربي، يعني 22 دولة. هنا بقى هدخل على الجزء ده، وبعدين هيقولك انا بعتذر طبعا عن الدوائر والشخبطه دي، لان انا كنت بدي اونلاين، فانا بعتذر لكم جميعا على المنظر ده. فكنت بدي اونلاين فشرحت من الكتاب، فغصب عني بعتذر لكم على المنظر اللي قدامكم ده. بعد كده بيقول لك الموقع الجغرافي للوطن العربي. ثانيا الموقع الجغرافي للوطن العربي ايه هو بقى؟ قال لك يعني ما قولي لي الموقع الجغرافي يعني مكانه فين، يعني ايه؟ يعني بقى قولي لي يحدوا ايه بقى وكده، وعرفيني يا مس اسماء الموقع الجغرافي. تعال نشوف يعني ايه الكلام ده. قال لك يقع وطننا العربي، يعني ال 22 دولة، في وسط قارات العالم القديم، يعني في قلب قارات العالم القديم. تمام. اللي هم ايه؟ افريقيا واسيا واوروبا. يبقى اول معلومة خدناها ان الوطن العربي ال 22 دولة اللي انا شرحتهم هنا في الخريطة يقعوا في وسط قارات العالم القديم، يعني في قلب قارات العالم القديم اللي هم افريقيا واسيا واوروبا. وده جعله يحتل مكانة مهمة بين دول العالم. ده ادى الى ايه؟ ان لما بقى موجود في وسط قارات العالم القديم، يعني الوطن العربي بقى موجود في المكان ده كده، خلاه ليه اهمية كبيرة جدا، وخلاه ان هو يتمتع بمكانة مهمة بين دول العالم. تمام. قال لك خلي بالك ان الوطن العربي بيطل على مسطحات مائيه، يعني الوطن العربي شايف اللون الاصفر ده كله، ده الوطن العربي. شايف اللون الاصفر اللي هنا كل ده، والدول اللي هنا باللون الاصفر كل ده الوطن العربي. قال لك يتمتع انه بيطل على مسطحات مائيه، يعني ايه؟ يعني حواليه اماكن فيها ميه، زي فوق كده البحر المتوسط، عندك كده المحيط الهندي، عندك في المكان ده المحيط الاطلنطي، وهكذا. طب تعال نشوف الكلام ده. قال لك يلا بينا نشوف يعني ايه الموقع الجغرافي. قال لك الموقع الجغرافي خدناه قبل كده طبعا في سنه 5، هو موقع المكان بالنسبه ليابس والماء. يعني بتطلعي لي المكان ده، هو مثلا وليكن الدوله دي، وتقولي لي يحدها ايه من الشمال وايه من الشرق وايه من الجنوب وايه من الغرب. بس كده؟ هقول لك بس كده. تمام. تمام. يعني لو كان حواليها ماء بتقولي، لو حواليها يابس بتقولي. اليابس يعني ايه؟ دول او اراضي يعني. تمام. طب تعال نشوف بقى الوطن العربي يحدوا ايه. قال لك اول حاجه من حيث الحدود الشرقيه يحد وطن عربي ايه؟ قال لك جبال كردستان، مش كريستال. تمام. خلي بالك كردستان، جبال زاجروس، الخليج العربي، خليج عمان. يلا بينا. ادي الوطن العربي اللي هو الجزء الاصفر ده. قال لك اول حاجه قلت لي ان هو من اتجاه الشرق يحدوا جبال هنا كده يا مس اسماء، اسمها جبال كردستان. هقول لك ايوه. تاني حاجه قلت لك جبال زاجروس في المكان ده كده. هقول لك تمام. الخليج العربي في الجزء ده كده. تمام. وادي خليج عمان. يبقى كل اللي انا عملت عليه دواير ده ايه؟ الحدود الشرقيه للوطن العربي. طب بالنسبه للحدود الشماليه، يعني شماله فوقه ايه؟ قال لك حاجتين اتنين بس، البحر المتوسط وجبال طورس. فين الكلام ده؟ قال لك بص، مش ده كل الوطن العربي؟ فوقه ايه هنا؟ هتقولي لي البحر المتوسط يا مس. قال لك وايه كمان فوق؟ جبال طورس. ده بالنسبه للحدود الشماليه. طيب بعد كده قال لك ايه؟ قال لك من حيث بقى الحدود الجنوبيه يحدوا ايه من الجنوب من تحت هنا؟ قال لك بحر العرب. فين بقى بحر العرب ده؟ مس اسماء على الخريطه. هقول لك بص، مش ده كل الوطن العربي؟ هتقول لي ايوه. هنشوف بقى الجنوب تحته ايه هنا. ادي اول حاجه بحر العرب، 2 المحيط الهندي، 3 هنا كده الصحراء الكبرى. 3 اماكن دول في جنوب الوطن العربي.
طبعا من حيث الحدود الغربية بقى يحدوا ايه من الغرب؟ قال لك حاجة واحدة بس، وهي المحيط الأطلنطي. فين حتة يا مس أسماء؟ ادي في المكان ده، يعني كل ده المحيط الأطلنطي. إذا الوطن العربي يحد من الشمال البحر المتوسط وجبال طورس، من الشرق ده أربع حاجات: جبال خليج، جبال خليج، جبال كردستان، جبال زاجرس، خليج العربي وخليج عمان. جبال كردستان، جبال زاجرس، خليج يعني خليج عربي وخليج عمان، ده من حيث الاتجاهات الشرقية. أما من حيث الجنوب عندك تلات حاجات: بحر العرب، المحيط الهندي، الصحراء الكبرى. طبعا من حيث الغرب حاجة واحدة وهي المحيط الأطلنطي. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا شرح الجزء الأول من الدرس الأول لصف السادس الابتدائي. استنونا إن شاء الله في فيديو جديد هنشرح فيه الجزء الثاني مع بعض. وما تنساش لو استفدت مني تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.